الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وهي الآية وهي الآية 34 من سورة النساء. متى نزلت سورة النساء أصلا؟ سورة النساء أصلا، سورة النساء نزلت حسب تحقيق بعض العلماء. الإمام المودودي رحمة الله عليه في ترجمان القرآن أجرى تحقيقا دقيقا، درس هذه السورة من جميع جوانبها، فرجح أنها نزلت في أواخر أو بين أواخر السنة الثالثة للهجرة وأوائل الخامسة. في هذه الفترة اكتمل نزول سورة النساء، لأنها نجمت في هذه الفترة مثل سائر السور. نجمت سورة النساء في هذه الفترة، يعني في سنتين تقريبا، بين أواخر الثالثة الخامسة. هذه سورة النساء. طيب، الآن جاء القرآن ليقول اضربوهن. إيش الخلفية؟ طب العرب ألم يكونوا يضربون نساءهم؟ بلى، كانوا، خاصة كما قلنا أهل مكة. يعني الكلام عن المجتمع المديني الآن، فيه مهاجرون وفيه أنصار. أهل مكة يفعلون هذا، والزبير كما رأينا يفعل هذا دائما، وغير الزبير يفعل هذا شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي، والمرأة تحتمل هذا. المرأة المكية ثقافة سائدة، لا ترى في هذا إهانة أيها الإخوة أو إذلالا أو شيئا يتجاوز الحد. في مجتمعات أخرى، في المدينة مثلا، لا، هذا إهانة يعتبر. في مجتمعاتنا الآن إهانة مؤكدة، خاصة في حق امرأة متعلمة أو بنت ناس أو ذات هيئة. شو الضرب هذا؟ مستحيل. والشرع لابد أن يراعي هذه الأحوال، والأصل ألا ضرب. الأصل أن الحياة الزوجية مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الأصل أن سباب المسلم فسوق. أنت تسب أي مسلم، هذا فسق بك. كيف سب الزوجة، كيف ضرب الزوجة، هذه ليست أخلاق الرجال، ليست أخلاق الناس المحترمين يا إخواني. لذلك باستقراء النصوص وإعادة التأمل فيها أيها الإخوة، يضح أن النبي على الأقل حين قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا حظر عليهم ضرب النساء. كيف؟ ما فيش نص يقول هذا، لكن باستقراء النصوص، والآن النصوص سوف تنطق بهذا من وراء. حظر عليهم، يعني لا ضرب للنساء، ضرب لا، ممنوع. القرآن لا يحب هذا، هذا لا يلتئم بالروح القرآنية، لا يلتئم بمقاصد الشريعة المحمدية المصطفوية. لا ضرب. يبدو هذا استمر إلى أواخر السنة الثالثة، وربما أكثر، لأنه مش شرط الآية هذه نزلت في أواخر السنة الثالثة، ربما نزلت في أول الرابعة، في منتصف الرابعة. على كل حال، يعني نقول كحد أدنى إلى أواخر الثالثة الأمر تحرج جدا، صار في تراكم نفسي، غضب عند الرجال. لذلك أيها الإخوة، يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن قال النبي مؤكدا ما جروا عليه، لا تضربوا إماء الله، ضرب النساء ممنوع، النبي عن هذا، ورد عنه هذا، قال لا تضربوا إماء الله، ضرب لا. قال الإمام الشافعي يحتمل أن يكون قبل نزول الآية، الظاهر أنه قبل نزول الآية، ما دام قال لا تضربوا، لا قال فاضربوهن في حالة محددة، إذن في تعارض. فالظاهر أن الحديث كما رجح الإمام الشافعي رضوان الله عليه كان قبل نزول الآية الكريمة من سورة النساء 34، الآية 34. لا تضربوا إماء الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فذعر النساء على أزواجهن. ذعر أي اجترأنا وتجاسرنا، طلعنا عيونهم. ضرب ما فيه وخلاص، نعمل بدنا إياه، نتكلم ونعلو صوتنا ونعصي وكذا،
مشاكل، والرجال احتقنوا. قال فأتيت النبي عليه السلام وقلت يا رسول الله ذعر النساء على أزواجهن، الوضع لا يحتمل، فرخص في ضربهن. النبي الآن رخص، قال ما دام وصل الأمر لهذه الحالة فرخص في ضربهن. يقول الراوي فأطاف ليلتها في نفس اليوم، ليلة اليوم الآخر عاد، فأطاف ليلتها بآل أو بحجر آل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وآل محمد يعني بحجرات أزواج رسول الله نساء كثير أي كثيرات. فقال النبي يبدو من تاليه اليوم التالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا لقد طاف، وبعضهم ضبطها أطاف، لقد أطاف الليلة بحجر آل محمد 70 امرأة يشكين، وبعضهم ضبطها يشكون، يشكين أو يشكون أزواجهن، وليس أولئكم خياركم أو قال بخياركم، وفي رواية ولا تجدون أولئكم خياركم. هذول مش خيار أصحابي. طيب إيش يقابل خيار؟ أنتم اعرفوا احتراما لمقام الصحبة. هذول ضرب، لكن وين اللافت إنه 70 امرأة أيها الإخوة، 70. طب أصلا المدينة كم عائلة كان فيها قريب يعني ربما كان فيها 300 400 عائلة على الأكثر، والآن 70 امرأة من المسلمين، طبعا المسلمات 70 امرأة. ما معنى هذا؟ معنى هذا كما قلت لكم أن الوضع كان متحرجا جدا، وحدث نوع من التراكم النفسي الانفعالي عند الرجال، وضبطين أعصابهم. شوف المجتمع المديني، شوف التعبد لله حقا. النبي قال لا تضربوا فلا يضربون، مع أنهم يشتهون أن يضربوا، يشتهون لأنه ما في تجاسر، في جراءة، في مجاوزة للحد، لكن النبي قال لا تضربوا فلا نضرب. التزام مش زي اليوم، وخاصة فيما يتعلق بشأن المرأة أيها الإخوة، ما في التزام بشرع الله مطلقا إلا ما رحم ربي، بدليل جرائم الشرف في بلادنا العربية موجودة، في بلاد الشام والعراق ومصر، في كل مكان أيها الإخوة. بنت صغيرة 13 سنة، قيل وقيل، قيل في شهود أربعة، ومثل الميل في المكحلة أبدا ما في، قيل تذبح مباشرة وترمى للكلاب، تدفن في الأرض، وما حدا بيعترض، وما بيطلع خطيب مثل هذا هيك وتنشق عقيرته يصرخ بأن هذا عدوان وقتل، ومن يفعل هذا موعود في كتاب الله بأن يخلد في نار جهنم. في سورة النساء نفسها قتل بغير وجه حق يا أخي. لو ثبت على هذه البنية جريمة الزنا بشهود 4 عدول تتواطأ شهادتهم على أنهم رأوا كذا كذا مثل كذا في كذا 100 جلدة، لأنها بكر مسكينة. كيف تقتل؟ من غير أي شيء، مباشرة تقتل، تضرب بالرصاص. في ألمانيا قبل أشهر عائلة تركية مباشرة أمر الوالد أولاده أن يقتلوا أختهم، في سمعة طالع في كلام، قتلوها مباشرة. شاب صغير قال لك هذا دون السن القانونية، أبوها أمره، لكن شرطة لما يقتل أبوه. على كل حال قضية، وين شرع الله هنا؟ ما في شرع الله، لا شرع الله عادات وتقاليد، بلا شرع بلا. هذا هو، ما في تعظيم لشرع الله. ولا مجتمعات مسلمة، مجتمع مسلم يجب أن ينزل على حدود الله تبارك وتعالى، على أوامر الله لا يتجاوزها، ويذهب الناس إلى الجحيم. السمعة إيش دخل في السمعة؟ أذهب إلى جهنم؟ ما في، وطبق شرع الله كما أراده الله. لكن إلى موضوعنا، وعذرا عن هذه الاستطرادة ربما اقتضاها المقام. إذن الضرب جاء رخصة في كتاب الله تبارك وتعالى في حالة محددة في مجتمع كان يتعارفه. ما معنى هذا؟ هل لهذا من دلالة؟ يعني العرب كانت تضرب، والقرآن قال فاضربوهن. طب إيش الدلالة يعني؟ الدلالة أيها الإخوة أنه جاء لكي يضيقه ولكي يقيده، ويقول لك ما يسوغ شرعا أن تضرب المرأة الزوجة يعني في كل حال، لا تضرب إلا إذا نشزت. والنشوز زي ما قلنا موضوع يتعلق بمعصية قد تهدد الحياة الزوجية يا إخواني. أحيانا المرأة، بعض النساء يكون عندها نوع من فهذه المعصية بالذات النشوز كما فسرها مجاهد أنها تمنعه نفسها، مش مسألة عادية، هذه تهدد الأسرة وتهدد شرف الرجل ودين الرجل، وطبعا ممكن تهدد الأسرة بتقويض أركانها، يصير طلاق إذا لا تمكنه من نفسها. ما حاجته بها؟ حاجته يزني الرجل، يطلب متعة في الخارج، يتلصص،
يسترق مستحيل. طب وفي أولاد وبنات؟ ضاعوا طبعا، كل طلاق يضيع معه أولاد وبنات، ضياع كامل. في هذه الحالة قال في عندنا وسائل لا يصار إلى الثانية إلا بعد أن تستنفذ الأولى، ولا إلى الثالثة إلا بعد أن لا تنجح الثانية. انتبهوا. قال ابن جرير وهذا أحسن، أو عفوا ابن العربي، أحسن ما سمعته في الآية. مش تقول أنا على خاطري أبدأ بالضرب، ممنوع. الموعظة إذا أجدت فبها ونعمت، هذا أقصر طريق. إذا لم تجدي يصير الأمر إلى الهجران. إلى الهجران في المضجع. ممكن الضرب، مش دائما حتى، انتبه. هقول لك ليش عاد بعدين، هقول لك ليه، هنشوف ليش. مقص الإمام الدردير شيخ المالكية في عصره ذهب إلى أعجب من هذا. تعرفون ماذا قال؟ هذا فهم برضو للشريعة. قال الشيخ الدردير من أشهر الشراح رحمة الله عليه، قال الشيخ الدردير: ولا يضربها ضربا مبرحا وإن علم أن نشوزها لا يزول إلا به. بس هو عارف أنه لو ضربها ضربا مبرحا ستترك النشوز. قال ممنوع، ممنوع أن يضربها ضربا مبرحا. النبي قال الضرب دائما غير مبرح. واحد يقول لي وإيش الضرب غير المبرح؟ ما في تبريح. قال عبد الله بن عباس فيما روى عنه عطاء وغير عطاء، قال: بسواك ونحوه. بسواك، هذا الضرب. أما بالزرادية وبالهمر وبالبوكسات والشلاليت وتمارس فيها الكونغ فو، ممنوع الكلام هذا. بالسواك يعني ضرب رمزي، سيمبوليك، مسألة رمزية هي، مش أكثر من هذا. قال بالسواك ونحوه. هذا هو في الحالة هذه كمان، وفي الحالة هذه العصيان، الترفع عن الفراش، قال لك، أو بالطلقة. ماذا قال الشيخ الدردير؟ قال: فإن وقع راح ضربها ضربا مبرحا، إيش بصير؟ قال: فلها التطليق ومنه القصاص. الله أكبر، الله أكبر على شرع محمد. هذا دين محمد. قال: إذا ضربها ضربا مبرحا رغم نشوزها هنا لها حق أن تطلب التطليق عند القاضي بالإضرار، فلها التطليق ومنه القصاص، أو قال وعليه القصاص، وتقتص منه. واحد يقول لي تقتص؟ العلماء قالوا ما في قصاص بين الزوجين عن المرأة من زوجها، لا تقتص المرأة من زوجها إلا في جرح أو قتل، شيء قريب من قتل يقتص منه، يعني أهلها أولياؤها. غير صحيح. قال العلامة أبو محمد ابن حزم في المحلى رحمة الله تعالى عليه: إن ضرب الرجل زوجه في غير سبب، ضرب عدوان، اقتص منه. قال تعالى: والحرمات قصاص. الله أكبر، هذا عدل الشريعة. ما تقوليش قوامون على النساء، قوامون بالعدل. أنت عديت وظلمت وضربتها في غير موجب شرعي، بالشرط الشرعي، ضربا غير مبرح. في الحالتين الآن عندنا الدردير وعندنا ابن حزم. إيش بصير؟ قصاص. تضربك كما ضربتها، وبالهيئة وبالكيفية التي ضربتها بها. ولذلك يا إخوان الإسلام محمد الطاهر بن عاشور المفسر التونسي المجتهد الكبير في تفسيره رضوان الله عليه ماذا قال؟ انتبهوا. قال، ونختم به إن شاء الله وهو مسك الختام. قال: الضرب خطير. الضرب، ضرب النساء، موضوع خطير، هذا مش أي كلام يعني. الضرب خطير وتحديده عسير. إنه متى أضرب وكيف وبأي قدر وكذا، موضوع عسير جدا. خاصة متى أضرب أنا. الآن تحقيق المناط، تنزيل الحكم في الواقعة، مش أحكام نظرية في المنبر هيك. خلاص رجل ابتلي بزوجة معينة، متى؟ قال: الضرب خطير وأمره عسير، والأصل في شرع الله ألا يمكن المرء من أن يقضي لنفسه. طبعا في الشرع ما في واحد بيقضي لحاله وبيطبق الأحكام، ولا بصير هيك، ما بصير هيك. في قضاء، أنت تختصم مع زوجك في قضاء، لكن في هذه الحالة في استثناء، في اختصام، في منازعة، في نشوز، أنت بتقدر وتقول الآن نهجر نضرب. هذا خلاف الأصل. فهمتوا؟ طبعا مش نعجة كما قلنا، مش إبريق يعني كما تريد، أبدا. هذا كيان إنساني كامل، عنده حقوق تامة كاملة، شخص مثلك، إنسان. فهذا خروج عن الأصل، هذا خروج عن الأصل. ثم استدل الشيخ الإمام رضوان الله عليه فقال: وإن رأى أولياء الأمر، الحاكم المسلم، السلطة التشريعية، البرلمان، المهم أولياء الأمر في الأمة المسلمة، إن رأى أولياء الأمر أن الرجال يشتطون، أو كما قال يعتسفون في استخدام هذه الرخصة، فلهم أن يضربوا على أيديهم في استعمال هذه الرخصة بالعقاب. عقاب يشرع. اللي بيضرب زوجته فيه له ضرب،
بنضرب، بنسجن، بتغرم، بتبهدل حاله، ما في تشريع. قال يجوز شرعا نعمل هذا. فلهم أن يضربوا على أيديهم في استعمال هذه الرخصة حتى لا يتفاقم أمر الإضرار بين الزوجين. ما في، لأنه أحيانا يا إخواني الضرب يقوض أركان الأسرة. قال الشيخ ابن عاشور: وقد قيده الجمهور بقيدين. الضرب مقيد عند جمهور العلماء بقيدين في اتفاق وقع عليهما. القيد الأول ألا يكون فيه إضرار، مش ضرب مؤثر كما قلنا، ضرب يعني رمزي فقط. والقيد الثاني أن يصدر ممن لا يعد الضرب بينهم إضرارا ولا إهانة. إيش معنى كلام الشيخ الإمام؟ هذا ابن عاشور، انتبهوا، مش بس مفسر القرآن وصاحب المقاصد، هذا إمام مقاصدي يفهم الشريعة مقاصديا كأحسن ما يكون الفهم، رضوان الله عليه. قال: إذا كان الضرب في بيئة اجتماعية، في بيئة ثقافية، ينظر إليه على أنه إهانة للمرأة، إهانة حتى لو كان هكذا، ممنوع الضرب. قال ابن عاشور ما في، ممنوع، خلاص ما في ضرب، تقف عند حد ماذا؟ الهجر. والآن السؤال: إذا انحلت العقدة، الضرب في مجتمعات كثيرة إهانة وغير إهانة، إهانة حتى مجتمعات عربية وإسلامية، خلاص نكف عنه. وما تقول ليش الله أمر به. شو أمر به؟ هذا أمر ترخيص تشوبه كراهة كما قلنا، والنبي ندبك إلى تركه، ندبك وقبح من يتعاطاه، قبح من يتعاطاه في أكثر من حديث وبأكثر من أسلوب. فما تأخذ لي بظاهر الآية، بظاهر الآية.